النهارده واحد من ابطال مصر، من نجوم منتخب الشباب لكرة القدم اللي احرز بطولة افريقيا وتأهل بفريق مصر للشباب لبطولة كأس العالم ان شاء الله في تركيا، وهو النجم الكابتن صالح جمعة اللي اختير كأفضل لاعب في البطولة كلها، ويعني كمان اختير في اكتر من مباراة بانه افضل لاعب في هذه المباريات. وبشكره جدا على وجوده في مصر الجديدة، والف مبروك كابتن صالح، وشكرا على وجودك معايا. ربنا يخليك استاذ معتز. طبعا انا بحب حضرتك وجيت لحضرتك مخصوص طبعا، ومتشكر جدا على الاستضافه الجميله دي وعلى الاهتمام الحلو ده. ربنا يخليك. يا ترى ايه الجايزه دي؟ ممكن تشرحها لنا؟ ايه دي عباره عن ايه؟ دي جايزه احسن لاعب في البطوله. كنت حصلت عليها بعد مباراه غانا النهائيه. وكنت حصلت على مباراه غانا الافتتاحيه احسن لاعب في المباراه، والمباراه الثانيه اللي هي اهلتنا لكاس العالم كنت حصلت على احسن لاعب في المباراه برضو. وما لعبتش المباراه الثالثه، فكان خد رامي ربيعه مان اوف ذا ماتش. طب كويس قوي. مباراه نيجيريا خد مسعد عوض حارس المرمى مان اوف ذا ماتش، والماتش الاخير خدت انا مان اوف ذا ماتش، وخدت افضل لاعب في البطوله كلها. في البطوله كلها. تمام. وهل انت كنت متوقع حاجه زي كده؟ انا توقعت قبل البطوله ان ناخد احسن لاعب، خصوصا لو كنا وصلنا للفاينل، لان حضرتك عارف احسن لاعب ده بيبقى الفريق اللي بيتوج بالبطوله، بيتم اختيار احسن لاعب في البطوله. لو قدر الله كان غانا كسبتنا في النهائي، كان اعتقد ان احسن لاعب هتروح للاعب من في منتخب غانا يعني. طب تمام قوي. وانا بحييك على الثقه الجميله اللي انت بتتكلم بيها، لان انت لسه في مقتبل العمر وشاب مصري من جنوب سيناء، يعني مش مهم منين، بس اقصد اقول شاب نموذج للشاب الناجح ما شاء الله، مواليد 93. وصالح عايز اقول لك، هل كنت متوقع طيب لان مصر تتأهل لكأس العالم وتفوز بالمركز الاول؟ بصراحه هو في بدايه الاعداد لمنتخب الشباب، قبل ما انا اسافر كنت في اولمبياد لندن. كان ساعتها اللعيبه واصحابي وكل الناس كانوا بيقولوا ان انتوا مفيش داعي ان انت تسافر، مفيش داعي، المنتخب مش هتجيب، بمعنى اصح مش هتجيبوا قوي اللغه العاميه. ملهاش لازمه انتوا تسافروا وتتعبوا نفسكم. خاصه بعض الناس المقربين ليا قالوا لي انت لسه راجع من الاولمبياد، ما تضيعش اللي انت عملته وتروح، لان المنتخب كده كده مش هيصعد، وده منتخب فاشل ومش هيصعد. يا ساتر، ده مين المتشائم قوي؟ ناس كتيره طبعا، وده الكلام ده مش ليا انا بس، لجميع اللعيبه اللي في المنتخب. بس احنا اتمرنا وبقالنا 5 سنين تعبنا مع كابتن ربيع، وكنا عارفين وواثقين ان احنا هنوصل كاس عالم، على الرغم من البلد اللي احنا لعبنا فيها وهي الجزائر، وعلى الرغم من المجموعه الصعبه اللي وقعنا فيها طبعا. فكانت الامور صعبه والناس مصعبتها علينا اكتر. يمكن لما وصلنا الجزائر وابتدينا الاعداد للمباريات الثلاثه الاولانيه، كنا في حب بين اللعيبه، كان في استعداد كويس، اللعيبه عايزه تعمل حاجه عشان كابتن ربيع ياسين بصراحه بنحبه جدا. كابتن ربيع بيديكوا روح وبيديكوا ايجابيه، يعني بيشحنكم الشحن الصح. بالظبط. هو يمكن قبل المباريات الكبيره دي خصوصا ان هو كابتن ربيع كان لاعب سابق في المنتخب طبعا كلنا عارفين، ولعب ماتشات كبيره زي دي. فكابتن ربيع بيجيد الحته دي، ان هو بيقدر انه يشحن اللعيبه كويس قبل المباراه، بيقدر يوصل لكل لعيب، بيوصل له فكرته، بيعرف يوصل له طريقه كلامه. بصراحه استعدينا كويس مع كابتن ربيع، وهو بصراحه كان عنده ثقه كبيره فينا، كان بيكلم الناس ويقول لهم لا انا عندي منتخب كويس، عندي لعيبه كويسه، نقدر نوصل كاس عالم. والحمد لله ان احنا قدرنا نوصل كاس عالم. مش بس ان كنا مطالبين نوصل كاس عالم، لا بالعكس، احنا رجعنا بالميداليه الذهبيه وقدرنا نحصل على بطل افريقيا. والحمد لله طلع من عندنا الهداف واحسن لاعب واحسن حارس الحمد لله. لان انتوا تاهلتوا لكاس العالم من اول ما وصلتوا للدور قبل النهائي، مش بعد ماتش الجزائر. احنا لعبنا المباراه الاولى مع غانا كسبناها 2-1. المباراه الثانيه اللي هي تحديد صعودنا لكاس العالم، دي اللي هي كانت الجزائر نكسب نصعد كاس عالم، دي اللي هي 1-0 اللي هي كسبناها 1-0 بهدف رامي ربيعه. والمباراه دي كان ليها ظروف خاصه، انت بتلعب الجزائر على ارضها. بتلعب الجزائر على ارضها طبعا. بصراحه استاذ معتز احنا ما عرفناش ننام اليوم ده قدام الاوتيل طبعا، طبل وزمامير ومش عارف ايه، وحتى يعني رحنا من طريق اعتقد كان 25 كيلو عشان نوصل لارضيه الملعب ونوصل للاستاد. رحنا من طريق تاني خالص، يعني حطوكوا في ظروف صعبه، وده متوقع على فكره. هو ده اللي احنا متوقعينه من بصراحه. ده يعني في جميع المباريات مع بنين، مع منتخب
مع منتخب غانا مباراتين كانوا بيشجعوا المنتخبات الافريقيه علينا، وكانوا بيحدفونا بازايز بموبايلات، يعني واحد حدفني بموبايل. طب كويس، ده انت حظك حلو. ده انا حظي حلو والله. يا ريت تاخده. يا ريت كان حدفني، انا كنت خدته هوا. بقول لك ايه، انتوا ماتش الجزائر ده دخلتوه ازاي وازاي كسبتوا الجزائر على ارضها ازاي؟ احنا طبعا المباريات الكبيره دي هم طبعا اتعادلوا اول مباراه واحنا كسبنا اول مباراه. فكان بالنسبه لهم لازم يكسبوا منتخب مصر عشان يصعدوا. كويس. واحنا كان التعادل لينا كويس. طبعا احنا نزلنا تسخين، بصينا على اللعيبه حسيناهم مشدودين. والجماهير جماهير الجزائر يعني فظاع. فحطوا يعني حمل على لعيبه منتخب الجزائر، واللعيبه بتلعب محدش عارف يظهر، محدش عارف يلعب كويس، لان خلاص الجماهير واعلام وبلد ودنيا كلهم، ورئيس بيتفرج عليهم وكل حاجه. فطبعا احنا بالنسبه لنا موقف يختلف. احنا نزلنا هاديين مركزين في الماتش، عارفين احنا عايزين ايه. الحمد لله قدرنا ان احنا نجيب جون، وبعد كده هم ضغطوا بكامل خطوطهم. ان انا ضيعت فرصه في الدقيقه 90، كنت انفراد تام بالجون. رحنا كذا فرصه لان هم في الشوط الثاني خلاص ما بقوش يبكوا على حاجه، بقى يزيدوا على طول في الكور الثابته، بقى في زياده فكان في مساحات ورا قدرنا نلعب عليها. عندنا سرعات طبعا قدام، عندنا احمد رفعت وكهربا لعيبه سريعه قدام. فاستغلينا كل الحاجات دي وقدرنا نطلع بالمباراه. ما احنا ما صدقناش يعني بعد ما خلصنا المباراه مش مصدقين ان احنا كسبنا في الاجواء دي. كابتن ربيع شكر اللعيبه كلها على الاداء اللي ادوه، على كل حاجه عملوها في الماتش. بصراحه هو نفسه ما كانش متوقع ان احنا ممكن نخرج بكل هذه الحاجات والمكاسب اللي كسبناها دي. بس انتوا ما كنتوش متوترين وانتوا بتلعبوا الجزائر على ارضها؟ يعني كنتوا بتلعبوا وانتوا مرتاحين؟ لا، كان في بعض التوتر طبعا، لان بس توتر مش زايد زيهم. هم التوتر بتاعهم كان زايد جدا عشان وضعهم في المجموعه. واحنا كنا مطالبين ان احنا اقل حاجه كان ممكن نتعادل. بس الحمد لله يعني قدرنا نكسب المباراه، ومن المباراه دي وصلنا كاس عالم وساعدناهم. بعد كده كسبنا بنين، كان قدامهم فرصه ان هم يصعدوا معانا كاس عالم. هم اتغلبوا من غانا. يعني لو كان في امكانيه ان هم يكسبوا غانا كانوا صعدوا معانا، بس احنا قدمنا لهم هديه وكسبنا لهم بنين اللي هي بتنافسهم على الصعود. فبنين احنا كسبناها، وكان هم المفروض يكسبوا غانا، فهم خسروا من غانا فغانا صعدت معانا. فدلوقتي اللي مؤهل من شباب افريقيا مصر وغانا ومالي ونيجيريا. مصر وغانا ومالي ونيجيريا. تمام. طبعا. طيب انت لسه دلوقتي حالا او من شويه صغيرين جاي من اجتماع مع رئيس الجمهوريه، والرئيس استقبل كل البعثه. كلمني شويه عن الاستقبال ده وايه اللي تم فيه، وكلمته في ايه مع الرئيس؟ طبعا هو اول حاجه بعد المباراه الاولى والثانيه كان في تهنئه على تويتر من الدكتور محمد مرسي. ووصلت لنا يعني هناك، وكنا مبسوطين ان هو مهتم بينا، ورئيس الجمهوريه بنفسه بيتكلم عننا وبيتكلم كويس عننا. النهارده عمل لنا حفله صغيره كده في قصر الرئاسه. رحنا البعثه كلها طبعا، سلمنا عليه وقعدنا معاه واتكلم معانا وكان يوم حلو يعني، كان يوم كويس. اتكلم معانا قال لنا في مكافآت كويسه ليكم، يوم ايجابي كده، يوم استفدنا منه طبعا. وعلى المستوى الشخصي يعني انا مبسوط جدا ان قابلت الدكتور محمد مرسي طبعا. تاني حاجه نفسيا اللعيبه ارتاحت، ان فيه اهتمام. اللعيبه من ساعه ما نزلت المطار حست ان فيه اهتمام، حست ان هم عملوا حاجه. خصوصا بعد دعوه الدكتور محمد مرسي دي حسينا قد ايه ان احنا كنا في اهتمام من الناس بينا. حسينا ان قد ايه الناس بتحبنا، لدرجه ان وصلت بينا زي المنتخب الاول، قارنا بالمنتخب الاول خصوصا في العهد السابق. برضو تم تكريمه بنفس الطريقه. فاحنا بنشكر الدكتور محمد مرسي على الاستقبال الظريف الحلو ده. وطبعا يعني هو بصراحه اتكلم معنا كويس، قال لنا كل اللي انتوا عايزينه هعمله لكم ان شاء الله. ايه الحوار بقى اللي دار؟ هل انت اتكلمت مع الدكتور محمد مرسي؟ انا اتكلمت وانا داخل اسلم عليه. طبعا كنا بنخش لعيب فكان واحد ما اعرفش مين كان واقف جنبه، فبيقول له اللي جاي عليك ده احسن لاعب في افريقيا. يعني كان في حد بيقدم اللعيبه للدكتور مرسي. يعني مش هو مش حافظ الوجوه كلها يعني. هو مش حافظ الوجوه كلها طبعا. فقال له اللي جاي عليك احسن لاعب في افريقيا. فضحك معاه قال لي انت احسن لاعب في افريقيا؟ قلت له قال لي الف مبروك. مش الف مبروك، وان شاء الله عقبال احسن لاعب في كاس العالم ان شاء الله، ومنتظركم وشدوا حيلكم. اتكلم معانا كويس بصراحه. شجعك؟ في تشجيع بصراحه وكويس جدا يعني. وبقيه الاحتفاليه او يعني طبعا اتعشينا عنده. تاني حاجه اتعشينا وقعدنا قعده مع بعض، وخدنا صور تذكاريه طبعا، صورنا مع بعض كلنا طبعا اكيد. طب
ويا ترى العشاء بتاع الرئاسه ده بيبقى شكله ايه؟ يعني اتعشيتوا ايه لا بالظبط؟ ده عشاء خفيف، كانت سندوتشات وعصاير بيبسي، حلويات كده، حاجات خفيفه كلها يعني. حاجات خفيفه عشان برضو الظروف اللي احنا عشان الظروف وكده مش تقيل قوي يعني. احنا ما قعدناش كتير يعني، ممكن قعدنا ساعه الا ربع، ممكن او نص ساعه يعني. بس الجو العام كان حلو وجو ايجابي، وانتوا حسيتوا بان يعني نقول ايه يعني القياده السياسيه او اكبر راس في الدوله بتهتم بيك. بالظبط، احنا حسينا النهارده ان القياده السياسيه اهتمت بينا. الدكتور مرسي فيه اهتمام طبعا، خلال البطوله طبعا حسينا اهتمامه، ودي قدرنا وقدر مجهودنا وتعبنا طبعا واستقبلنا النهارده. كان يوم جميل طبعا، استفدنا منه جدا وبنشكره طبعا. والاستقبال الشعبي اللي في المطار انت لقيته ازاي؟ هو احنا طبعا اول ما نزلنا من الطياره لقينا وزير الشباب والرياضه استاذ عمرو فاروق كان في استقبالنا. بعد كده اتحاد الكوره كله، مجلس الاداره. بعد كده قعدنا قعده كويسه كده، اتكلموا معانا كويس. بعد كده خرجنا من المطار لقينا بقى ناس كتيره مستنيانا، ناس مبسوطه فرحانين بينا، شالونا واحتفلوا بينا. وبصراحه بنشكرهم وبنشكر كل الناس اللي استنتنا في المطار قدرت تعبنا طبعا، والناس اللي تعبت معانا الفتره اللي فاتت دي كلها. فكان يوم حلو بصراحه، حسينا ان احنا عملنا حاجه يعني. والناس اللي هم بتوع موظفين بتوع المطار وظباط المطار يعني بتبقى اكيد ليها فرحه تانية. بالظبط، كنا اول مره نخرج بالسهوله دي من المطار يعني. كان في الاول تاشيرات وتصاريح ومش عارف ايه، وكان كان بيبقى يوم صعب. بس لما خدنا بطوله حسينا ان الدنيا سهله وخرجنا بسرعه طبعا. وكان في حاجات كويسه مستنيانا يعني. طب ما انتوا فرحتوا مصر. بالظبط، ولازم خصوصا مصر ترد. بالظبط، خصوصا ان الناس في مصر ما بتفرحش غير بكره القدم يعني. للاسف، بس ربنا يسهل. يا رب. نفسي اتكلم معاك في حكايه انك انت من جنوب سيناء وجيت واثبتت نفسك ووصلت لانك بقيت افضل لاعب في افريقيا على مستوى الشباب. عايز اعرف الرحله دي بدات ازاي؟ رايك لو ناخد فاصل ونرجع ندردش شويه؟ انا من عشاق سيناء بالمناسبه، وبحيي اهلها تحيه كبيره قوي قوي. هكمل مع الكابتن النجم الشاب صالح جمعه، نجم منتخب مصر للشباب المتأهل لكأس العالم في تركيا إن شاء الله بعد الفاصل في مصر الجديدة. خليكم معانا، ما تروحوش في أي حتة. طبعا أغلى حاجة بطولة لنا، مش عارف احنا هنقول لك ايه احساسنا اصلا في البطولة ديت، بس الحمد لله وان شاء الله مزيد البطولات بإذن الله. حسام